تأهل المنتخب المغربي ضد أمريكا لأقل من 20 سنة لنصف نهائي كأس العالم. هذا التأهل التاريخي ضد أمريكا والله نغير كي نشوف المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة وصل لنصف نهائي كأس العالم ومرشح بقوة للفوز باللقب. منتخب المغرب يفوز على منتخب أمريكا اليوم، نتيجة تاريخية لحقها المغرب بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم. أنا بالنسبة لي ما حققه إلى حد الآن هو إنجاز، البقاء للرجال والبقاء لأقوى في هذا المونديال. المنتخب المغربي يبقى من بين المرشحين للتتويج بكأس العالم. المنتخب المغربي أقل من 20 سنة تأهل رسميا، الذي يشارك في نهائيات كأس العالم. المنتخب المغربي واحد من المرشحين للفوز بكأس العالم. تأسف لما وصل إليه المنتخب المغربي واللاعبون المغاربة، واحد من أمتع المنتخبات عبر التاريخ. ما نقدروش نقارنوا الآن مع تصاعد المغرب، شئنا أم أبينا. المستوى التكتيكي ليرتفع مستواها تكتيكيا لأن المواهب موجودة، تكتيكيا يعني يعتمد على تكوين أوروبي. بعدها راح نشوفوا منتخب المغرب قوي يقدر يقارع ويتفوق على المنتخبات الأوروبية. المنتخب المغربي اليوم بصحتهم احنا ما نقدروش نحسدوهم، لا بصح كونترا. انا بالنسبه لي فريمون بصحتهم، لانهم ياتون بمنتخب مشكل من نجوم ينشطون في اوروبا. اليوم فوزي القجع عنده سلطه يطبقها، يفيد منتخب بلاده. منتخب المغرب اقوى المرشحين هذه السنه، عنده فريق قوي جدا، وبعدها ايضا تاهل الى كاس العالم صراحه قوي. عندها خط دفاع قوي، خط وسط قوي، وخط هجوم قوي جدا ايضا. عندهم يعني الخبره اللازمه قبل هذه المنافسه. حسب رايي هي المرشح الاول بالنسبه لي يعني. المغرب واللاعبون المغاربة يملك جيلا أحسن من الجيل السابق الذي شارك في الدورة الماضية التي وصل فيها إلى النهائي. الآن يملك مهاجمين من العيار الثقيل، لديه مزيج من خريجي الكرة، اللاعبين المحليين، وجيل من اللاعبين الناشطين في أقوى الدوريات الأوروبية. هناك اللاعبون الناشطون في الدوري الألماني، في الدوري الإنجليزي، في الدوري الفرنسي، وكلهم متألقين. هذا هو مربط الفرس. كل اللاعبين المحترفين المصريين متألقون. شوف أمين، الجميع يتحدث حتى المدرب وطريقته في إدارة المباراة بعد ذلك، وشجاعته الكبيرة في المبادرة نحو الهجوم، رغم مدرب أبهرنا كثيرا في تلك المباراة. تغلب على الناخب الوطني في تسيير المباراة، تغلب عليه بالطول والعرض. نتمنى يكون لدينا رجال أقوياء داخل أروقة الكاف. هذه هي أمنيتنا حتى نسترجع بعض المكانة القارية التي فقدها المنتخب الوطني الجزائري، وفقدتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. يجب علينا أن نتغلغل داخل أروقة الكاف ونبني شبكة من العلاقات القوية داخل هذه الدهاليز من أجل أن نعود إلى الواجهة. نعم، المنتخب الماروكاني هي تعمل بالك في الخفاء. احنا رانا في تراجع. المنتخب المغربي تأهل نصف النهائي وضرب امريكا باش بالقتاليه، بالجرينتا، بالروح، بالدم، باي حاجه. اليوم دقدقوا امريكا، دقدقوهم يعني في كره القدم ديال الصح. المنتخب المغربي 11 تقريبا كاع اسبوعه في وسط الملعب، كاع اسبوعه تقاتلوا على الكره، تقاتلوا الجرينتا. ما شاء الله عليه هذاك المهاجم هذاك، ما شاء الله عليه يعني الدم. تخيل انت تقاتل وتجيب هذاك الهدف. اليوم راه الهداف ب4 ديال الاهداف مهاجم، خاص الركراكي يشوف فيه شويه، يعطيه واحد الفرصه ديالو لعله وعسى، لانه مهاجم غادي يعطيك الفرق. مهاجم ديال الصندوق، مهاجم حقيقي. الهدف اللي جا ديال الماتش اللي فات جاب بنفس الطريقه ديال الهدف ديال اليوم، يعني مهاجم حقيقي يسجل لك من فرصه. واخا هو راه طاه هذيك الفرصه الاولى اللي ما كانش السيطره، طاه اللي خرجت راس الحارس، كان خصو يجرو تما واحد شويه ويقدر يعطيوه الحمراء ويسجل بها الهدف. مي الحمد لله جات فرصه اللي عرف فين يتمركز، جاب بها الهدف، قتل بها المقابله. شدوا الكره. المنتخب المغربي عجبوني اليوم، كانوا شادين الكره، التحركات عاود ديال هذيك الخبره ديالو اليوم حطها في المنتخب المغربي، حطها بقى يشد الكره، يلعبوا حبه يعني باش ما يعياوش. الضغوط ديال الجماهير ديالهم كلشي المنتخب المغربي ما داهش كاع فيهم. المنتخب المغربي اليوم كانوا 11-7 في وسط الميدان. الحمد لله انتصار جاء ضد امريكا. المنتخب المغربي في الطريق ديالو مفتوحه وان شاء الله مفروشه باش يفوز بهذه الدوره ديال كاس العالم. كاملين كانوا متقاتلين. عطاهم تعليمات باش يبقاو في الدفاع ويهاجموا. ما شاء الله عليهم. انا عجبوني اليوم مقابله ادوها بطوليه الحمد لله. الواحد فات الدومي فينال، درك في الدومي فينال كما قال له الاخر راك في النهائي. يعني لا عرف كي يجاريها. مع عندك مهاجم قناص، حطها له في البو، جيب له الكره للشبكه وما تخافش يسجل. جيب له الكره هو للشبكه يسجل. سونطري له ولا عرف فين تعطي له راه يماركي. عندك مهاجم بحال هذاك يعني مكسب كبير. برافو عليهم، تقاتلوا اليوم، اداو يعني مقابله بطوليه. ردوا على بزاف الحوايج. سيد خدم
اليوم ادى مقابله تكتيكيه، مقابله رجوليه، مقابله بطوليه، مقابله ديال الدم. تلعب هذا السيد راسه مطرطق ومكمل لك الماتش. يعني هادو كامل يتجمعوا اليوم في هذا اللقاء هذا. يعني كامل الماتشات اللي فاتوا كان شويه تراخي، ولكن اليوم سيد طلعوا النيفو. لابار طلعت يعني غدوه الدومي فينال غادي تجبر لابار اخرى. هذا في النهايه الناس تلعب كره مش كيما ديالنا. المهم مبروك المنتخب المغربي التاهل لنصف النهائي. ولما من 2019 تراجعنا. فوالا لي ماروكانيتي يعني تكتيكيا يعني تقدر تقول يعني بارفي. الناس راهي قاعده تخدم وحنا قاعدين نقولوا غران بيي دو فوتبول تعمل وهي تافونسي، وكاين دوطر بلدان راهي في تراجع رهيب. هاو الفرق في الخدمه. انا كي نشوف لما يفالي ريفليشير 2020 21 رانا في تراجع. لما كان لازم نديروا ينالت ونخموا عليه كيسكين فابا، حنا درنا سياسه الهروب الامام وغطينا وجهنا ودخلنا في الحيط. عاد تخدم على ليزاكي تاعها. حنا عندنا ينقرون ديكيب، ما عندناش ينقرون ديكيب. اسود اطلس البارح كانوا قول وفعل اسود على الميدان. المنتخب المغربي على المستوى البدني والمستوى التكتيكي قدم مباراه عاليه جدا، لكن ابرز الفرص خاصه في الشوط الاول وفي الحصص الاضافيه الثانيه الاولى والثانيه توفرت 3 فرص تهديف للمنتخب المغربي. يا حمزه ما يحسبوا للمغاربه، يا مروان ما يحسبوا للمغاربه في المواجهات الكبرى يلعبوا الند للند، ما عندهمش مركب النقص، يحركوا الكره كل تحركاته في الميدان مدروسه بكدا. المنتخب المغربي المغرب تلعب الكونت، تلعب لي بتيت باس، وهم لاحقين بالعقل ويلعبوا. نقول لهم تبارك الله ومبروك عليهم، ان شاء الله يروحوا لو بلو لوان بوسيبل. بلاد كره القدم لا ميور ولا لون دي ميور زيكيب اكتيالمون اون افريك، وبروفاوها بالماتش لي فيكتوار تاعها وكلشي. مي تولي ما كاش خاطرش يتغلبوا لي ميديوك في التسيير، ويتغلبوا الناس اللي عندهم الدراهم ويتشيبيو الرشوه راهي دايره حالها، يلعبوا هذاك ويتغلبوا صحاب اللي حل لامال ويعمر لك. خلاص الضمير راح، لا كونسيونس راحت في الجزائر قلال. إذا متابعينا الكرام كما شفتوا ردة فعل الإعلام الجزائري وكذلك بكاء الإعلام الجزائري بعد تأهل التاريخي لأسود الأطلس. المنتخب المغربي يفوز على المنتخب أمريكا في دور ربع نهائي كأس العالم للشباب لأقل من 20 سنة. المنتخب المغربي يواصل مشواره في بطولة كأس العالم للشباب ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم. صراحة المنتخب المغربي بات حديث العالم خصوصا الإعلام العربي وكذلك الإعلام الجزائري بعد الإنجاز التاريخي وكذلك تكرار يعني سيناريو المنتخب المغربي في كأس العالم بقطر 2022. هذا الشيء اللي كيخلص ضمن الإعلام الجزائري ملي كيشوفوا تقدم وتطور الكرة المغربية في على مستوى العالمي وكذلك غياب المنتخب الجزائري في هذه النسخة هذه من بعد الفضيحة وكذلك عدم التأهل للمنتخب الجزائري إلى أقل من 20 سنة. إذا متابعينا الكرام بغيتكم كاملين ترضوا على الإعلام الجزائري أسفل الفيديو، تقولوا لنا آراءكم أسفل الفيديو باش يطلع الفيديو يشوفوا الإعلام العربي والإعلام العالمي.